السلام عليكم. جايه لكم النهارده بصينيه البطاطس اللي كلنا بنحبها بالفراخ، بس المره دي بقى هنعملها بالاجنحه عشان نقلل تكلفتها شويه، بس طعمها في الاخر بيطلع بالظبط نفس طعم اللي بالفراخ. يلا بينا نشوف الوصفه. معايا هنا كيلو ونص من الجنيحه، غسلها كويس زي ما انا معوداكم بالليمون وبالطماطم المبشوره، ونقعتها حوالي 3 ساعات، وبعد كده شطفتها كويس وصفيتها. وبعد كده هنزل عندي بصينيه، احط فيها شويه زيت وشويه سمنه، واول ما يسخنوا معايا هدي صدمه للجنيحه زي تشويحه كده عشان تدي طعم صينيه البطاطس تبقى تحفه. وطبعا في مننا بيحب يعمل صينيه الجناحه دي كلها مع بعضها كده، بتبقى زي ني في ني. لا، كل ما تديها تشويحه كده بتبقى طعمها احلى وبتخلي طعم البطاطس جميل. التشويحه دي بتفرق يعني، وفي نفس الوقت بتضيع اي ريحه زفاره في الفراخ انها تكون موجوده على البطاطس. بننزل هنا بشويه فلفل اسمر وشويه ملح. مجرد ما الجناحه تاخد معايا اللون، وعندي هنا ورق لوري، ومجرد ما الجناحه تاخد معايا لون هقلبها على الجنب التاني. تمام. هحط لها بس دلوقتي ملح وفلفل اسمر ورق لوري، لسه بقيه التوابل لسه ما حطيتهاش. تمام. بعد ما تاخد معايا التشويحه كده وقلبتها على الجنب التاني، هبتدي بقى ان انا بهرها وانزل بالبهارات اللي موجوده عندي. البهارات اللي موجوده عندي ملح، فلفل اسمر، توم بودره، بصل بودره، قرفه، 7 بهارات، بابريكا، ورق مكعب مرق. تاني البهارات ملح، فلفل اسمر، توم بودره، بصل بودره، قرفه، 7 بهارات، وبابريكا، ومكعب مرق. هنزل بالبهارات كده عليها. القرفه بتديها تست حلو قوي وبتديها طعم كده جميل، وغير الريحه بتاعتها بتخلي ريحتها جميله قوي. وحطيت مكعب المرقه كده فركته عليها، ونزلت عندي ببصلايه متقطعه رفيع، وهديهم تشويحه مع بعض. مجرد ما ريحه البصل تطلع هبتدي ان انا انشل الجناحه من الصينيه. لو في المرحله دي الصينيه معاكي كبيره قوي وحابه ان انت تحطي بقيه المكونات عليها، تمام. لو الصينيه معاكي وحسيتي ان الحاجه هتتكب منك كده، انشلي الجناحه عادي، هتبقى نفس الفكره يعني. انا انشلت الجناحه كده عندي، وفضل عندي البصل بس وهو على النار، وطيت عليه. وبعد كده نزلت عليه ب3 فصوص توم مفرومين، ونص قرن فلفل حراق او بارد طبعا حسب الرغبه. قلبته. مجرد ما ريحه التوم طلعت على طول هنزل عندي بالبطاطس اللي انا مقطعه السمك بتاعها متوسط علشان تاخد السوا بتاعها مع الجناحه. تمام. وبعد كده عندي نص كيلو طماطم مضروبه ومعصوره متصفيه يعني، وهنزل بيها عليها واديها تقليبه. كل اللحظات دي ما بتاخدش بين دقيقه والتانيه يعني. انا مش بسوي، انا بس بدي تشويحات كده لمجرد ان هي تبقى تخلي الصينيه تاخد طعم معايا كده من التشويح اللي بتاخده. انا طبعا بهرت الجناحه عندي، هبهر بقى البطاطس، هديها شويه ملح وفلفل اسمر بس، لان طبعا طعم الجناحه كله هينزل عليها. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه، وفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. هرص بقى كده الجناحه، احاول كده اخد منها من الطماطم كده انها تاخد نفس الطعم، وارصها على الصينيه من فوق. لو حابه تقسمي الجناح 2 تمام. وبعد ما ارصها احطها على النار، هتاخد حوالي نص ساعه. مش هتحتاج ميه ولا حاجه، هغطيها وهتاخد معايا حوالي نص ساعه. وبعد ما تخلص هحطها على الشبكه بتاعه الفرن، وهشغل عليها الشوايه، وهتبقى باللون القمر ده. بصوا الجمال، الريحه بقى ما اقولكوش. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. وبألف هنا.